بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى متابعين ليا، وقشط عليكم وفل عليكم، ونهاركم أبيض زي الفل ومساكوا عسل ومنور وزي الورد. النهاردة يلا بقى نبتدي الفيديو بتاع النهاردة يا حبايب قلبي، عشان النهاردة الفيديو مهم جدا وهتستفيدوا منه ان شاء الله. بس قبل ما تنسوا اعملوا اللايك والاشتراك لو لسه ما اشتركتوش. يلا قشطات يا عسلات، نبتدي فيديو النهارده ونقول بسم الله. النهارده معانا عشبة مهمة جدا ولازم تقدميها لطيورك من فترة للتانية، مش هقولك كل يوم بس لازم ان شاء الله نستخدمها للطيور بتاعتنا كلها، من بط بقى لفراخ لوز الرومي. هي حلوة للطيور كلها عامة، وهقولك دلوقتي ايه هي العشبة وايه هي الفوائد بتاعتها. ويلا بينا نسمي الله ونقول العشبة بتاعتنا النهاردة هي البقدونس. البقدونس طبعا يا حبايب قلبي مليان بعديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية زي الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم، وكتير من الفيتامينات زي كمان فيتامين ب 1 وفيتامين ب 2 وفيتامين سي وفيتامين كاف. ومش بس غني كمان بالفيتامينات وبس، لا ده كمان بيساعد على رفع المناعة وبيساعد على إفراز هرمون الهضم والامتصاص. علشان كده ممكن يزود معاك الوزن، لأن الدواجن لو الغذاء بتاعها امتص كويس طبعا هتزيد. ومش بس كده، كمان البقدونس بيساعد على تحسين وظائف الكبد، وبيخلص الدواجن من السموم الناتجة عن الفطريات اللي موجودة في الأعلاف. وكمان يا ستي بيساعد على التخلص من الأملاح الزايدة في جسم الطائر ومشاكل الكلى، يعني كمان بيعالج مشاكل الكلى ومشاكل الجهاز التنفسي، يعني كمان بيستخدم في علاج الجهاز التنفسي. البقدونس لا فوائده عديدة جدا 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 لا حصر لها، ما شاء الله تبارك الله. عشبة مهمة جدا لازم تتواجد عندك في السطح. ما تهمليش طيورك وترجعي تعالجي بس بعلاج بيطري. لازم الأول ان احنا نعمل الوقاية اللازمة، والوقاية خير من العلاج دايما. يعني انت مثلا بتأكلي وبتشربي وبتمشي، خلاص كده خلص مهمتك وخلصت المشكلة. لا، ما خلصتش المهمة وما خلصتش المشكلة. المهمة تكمل لما كمان تضيفي الحاجات الأعشاب المهمة ديت للطيور عندك على السطح، علشان بعد كده ما ترجعيش تشتكي وتجيبي أدوية بيطرية. ويعتبر البقدونس مضاد للبكتيريا الضارة، يعني انت كمان بتحمي طيورك من البكتيريا الضارة اللي ممكن تؤدي لمشاكل كتير، مشاكل تنفسية ومشاكل معوية ومشاكل عديدة جدا عند الطيور. فالبقدونس بيجنبك المشاكل ديت، ان انت اساسا يعني لو استخدمتيه من فترة للتانية هنتجنب عديد من المشاكل زي ما قلتلك، مشاكل معوية ومشاكل تنفسية. ومفيد، يعني حاجة كمان مفيدة، مش بس بيخلينا ان احنا نتجنب المشاكل، لا ده كمان هو زائد فايدة كمان، يعني فوائد. يعني هو في فوائد وفي اللي هو رافع مناعة، وبيخلص الكبد من مشاكل الكبد ومشاكل الكلى ومشاكل التنفس ومشاكل المعوية. يعني هو زائد فايدة وزائد ايه ان هو منع الضرر. فحاجة مهمة جدا جدا ان احنا نستخدمها. زائد بقى ان احنا دايما يا حبايب قلبي لازم نعرض الطيور بتاعتنا للشمس. زي ما انتوا شايفين هم بيحبوا يروحوا ناحية الشمس لوحدهم. ف يعني كمان النور والشمس ليه فوائد برضو كبيرة جدا للطيور، مع الاهتمام بالاعشاب المفيدة. وكمان ما تنسيش ان انت برضو في المية تضيفي زي الليمون، وبرضو الحاجات ديت مهمة جدا برضو من فترة للتانية ان انت تعمليها. بص انا هنا عصرة الليمون وحاطة القشر بتاع الليمون في المية، يعني مش تعصري الليمون وترمي القشر، لا بالعكس، ده القشر فيه فوائد اكتر من المية اللي بتنزل من الليمون. يعني انت لو عصرتي الليمونة وخدت المية بتاعتها ورميت القشر، يبقى انت كده خدت 5% من فيتامين سي، لكن معظم 95% من فيتامين سي هو موجود في القشر. فانت اوعي اياكي ابدا ترمي القشور الليمون، حتى في المطبخ بتاعك ما ترميهاش.
قشور الليمون ديت عايزه اقولك ان هي يعني انت مثلا لو عصرتي الليمون وخدتي الميه ورميتي القشر، يبقى انت كده خسرتي خساره كبيره جدا. عايزه اقولك ممكن تحطي القشر زي كده، بينزل الفيتامين سي طول ما هو منقوع في الميه كده، بينزل فيتامين سي الموجود جواه في قلب الميه. وممكن كمان تخلطي الليمون بقشره في الخلاط، وتحطي برضك الميه بالقشور بتاعتها في السقايه بتاعتهم كده طول اليوم، وبعد كده تغيريها طبعا تاني يوم. فطبعا ايه، احنا بنعمل اللي علينا طبعا، والاهتمام دوت يعني بيخلي حاجتنا كده ايه عمرها يطول، وتبقى معانا صحتها كويسة، وما تشتكيش ابدا. طول ما انت بتفكري في الحاجات المفيدة، طول ما انت بتبقي مبسوطة في السطح بتاعك ومرتاحة. وان شاء الله ربنا يبعد عننا يا رب اي فيروسات واي مشاكل، علشان طبعا الواحد بيزعل جدا على حاجته لما يكون تعبان فيها وعامل مجهود جامد، وفي الاخر ان هي مثلا تتأثر باي فيروس او اي مشكلة ناتجة عن اي حاجة.